يعني يدين كفاءة قواتنا النظامية. تمام، اللي احنا برضو في الاخر بنؤكد ان احنا مش في خصومة معاها كقوة نظامية او كمؤسسة من مؤسسات الدولة. عندها مخالفات، عندها وقع في اخطاء وجرائم كتير، ماشي يعني تمام، لكن احنا ما عندناش خصومة وجودية معاها. مش عايز الغي وجود الجيش يعني، فعشان بس الكلام يكون النقاط حاطة على حروفها. لو اتكلمنا في النقطة دي فمش هقدر اقول كلام يعني لا يدين لا يدين كفاءة الجيش. يعني مش يعني فهم يعني شغالين الله ينور من ناحية الجامعات، شغالين الله ينور. تمام، وهو دلوقتي هو يكفي يعني يكفي ان احنا نقول ان هم دلوقتي يجمعوا بين تكتيك قوات حرب العصابات وتكتيكات القوات الخاصة، لأن قائد عملياتهم هو المقدم الصاعقة المفصول من الخدمة هشام عشماوي. تمام، اللي كان عامل لهم معسكر في أماكن معسكرات الصاعقة المصرية في طريق السويس. تمام، فراحوا ضربوهم هناك يعني، ونجا هشام عشماوي من الهجوم ده، وهو اللي مهندس عملية الفرافرة. فهو عارف قوات الجيش منتشرة فين وتكتيكاتها ايه والقوات الخاصة بتشتغل ازاي، ودرب ناس عندها خبرة طويلة جدا في حروب حتى سابقة في حرب العصابات، وبيجمعوا بين التكتيكين بين حرب العصابات والجيوش النظاميه او القوات الخاصه في الجيوش النظاميه. اما الجيش ايه الاستراتيجيه بتاعته في الحركه؟ مشاومه مدفعيه. طب انا ممكن يبقى ليا مداخله بس او سؤال بعدين استاذ اسماعيل، ايه اللي يحول ضابط جيش حتى لو اتفصل من الاتجاه ده للاتجاه؟ هو نفسه اللي يحول مواطن مدني شريف محترم لإرهابي. هو ممكن اكون انا ليا وجهه نظر مختلفه، لان المفروض ان الجيش مؤسسه انضباطيه. يعني يعني في ناس ايه تقول لك انتوا ما ترموش كل حاجه على المجتمع العسكري، ما لو في ارهابي مهندس هنوصم كل المهندسين. لا، مفيش حاجه اسمها المجتمع الهندسي ولا المجتمع الطبي ولا المجتمع التجاري. يعني مفيش حاجه متماسكه بتمارس الضبط وتمارس الاخضاع لافرادها زي المجتمع العسكري. ده احنا لما بنوصف مؤسسه ان فيها انضباط زائد بنقول انتوا عسكره يعني احنا ضد عسكره الشرطه. المفروض الشرطه هيئه مدنيه، لان المؤسسه العسكريه في اي حته في الدنيا هي تمارس هذا الضبط بدرجات متساويه. تمام، ممكن الضبط ده يمارس بقمع او من غير قمع، بعنف او من غير عنف، بحرفيه او من غير حرفيه، بكفاءه او بشراسه، دي قصه ثانيه. لكن لما المجتمع العسكري يبقى فيه اجسام دخيله عليه، والدخيله هنا برضو مش وصف اخلاقي بس وصف ان هو حاجه جسم غير متجانس، توصل بيها الحال ان هو يختار رئيس الجمهوريه. تمام، في سنه 1981. يعني احنا الاعلام مارس علينا فكره ان ايه الجماعه الاسلاميه قتلت السادات. صحيح، هم كانوا في الجماعه الاسلاميه والجهاد وكانت عمليه مشتركه بينهم، بس ما طلعوش من امبابه تمام بجلباب، وده هو كان في زيه العسكري في عرض عسكري مؤمن. تمام، فكان في مشكله داخل الجسم العسكري. فلما هذه المؤسسه اللي لازم تكون متماسكه، اللي لازم تكون كفءه، اللي لازم تكون موجوده، اللي لازم تكون يعني بتقوم بادوارها، يخرج منها من ينقلب عليها او من يتمرد عليها، اذا في مشكله في هذا الجسم. ايه تشخيص المشكله؟ والله انا خارج انا بحترم الامن القومي المصري يا عم، انا ما بتكلمش في الحاجات دي. تمام، لكن السؤال مشروع، لان في الاخر هو ده بيطلع بيقتلني. تمام، فانا مش انا هسلم للجيش في اختصاصاته الفنيه، لكن هو في الاخر لما اختصاصاته الفنيه دي تنفجر في وشي انا من حق اسال يعني. فانا بوجه الاسئله خير ان شاء الله. ده طالع من عندكم كده ليه؟